دلوقتي هنبتدي نشرح الجزء الخاص بالدايت أو التاب الخاصة بالدايت. الدايت عندي فيها 3 أجزاء: all diets و clients medical cases والفود. تمام. دي تعتبر السيتنجز الخاصة بالدايت بشكل عام. تمام، احنا كنا عرفنا ازاي نعمل دايت طبعا. حلو. لما اجي بعمل اي دايت لاي عميل بيجي لي هنا في الصفحه all diets، كل الدايتس اللي انا عملتها لكل العملاء بلا استثناء. تمام، فبيجي يقول لي فلان عملت له دايت اسمه كذا، بكل التفاصيل بقى بتاعته. فهنا بتبقى صفحه شامله بيوريني كل الدايتس بلان اللي انا عملتها لكل العملاء بلا استثناء. فلما بدخل فيها هي بتلود معايا فبيطلع لي كل الدايت. عايز اعمل واحدة جديدة من فوق كريت، ودي طبعا اجزاء الفلترز عادي جدا زي ما احنا عرفنا. لو جروب معين او عدد وجبات معينة فيها بسيرش برضو بالحاجة. عايز ادور بمرض مثلا الناس اللي عملت لهم ليه ديزيز معين الدايتس اللي انا عملتها. هنا مثلا انا كنت عامل بلان 2000 كالوري انا مسميها كده، العميل اللي اسمه احمد جروب واحد، الباكج بتاعته ومين اللي عملها واتعملت امتى. عايزه ايديت فيها، عايزه امسحها، ايا كان. تمام، كل ده براحتي. عايز اعمل واحده جديده خالص بعمل كريت، وبنمشي بالستبس العاديه خالص وانا بعمل الدايت بلان زي ما احنا اتعودنا عادي جدا. بدخل وبعمل دايت بلان وابعتها للكلاينت على طول. فدي الجزئية الخاصة بإن أنا إزاي أعمل دايت بلان وأشوف كل الدايت بلانز أو الأنظمة الغذائية اللي أنا قبل كده عملتها على السيستم عندي. تمام. طيب دي الجزئية كده الخاصة بأول حاجة في الدايت والدايتس. تاني حاجة عندي client medical cases، يعني أنا مثلا كنت عامل بيطلع لي هنا في الصفحة بتاعت client medical cases الأشخاص أو المتدربين اللي تحتي أو العملاء بتوعي اللي عندهم حالات خاصة شوية. يعني مثلا حد عنده مقاومة أنسولين، حد عنده نفترض مثلا ديزيز معين أو دايابيتس مثلا وهكذا. فبيجي لي هنا صفحة فيها ال client medical cases كلها بشكل تفصيلي. ولو أنا عملت ري أسسمنت بشكل معين، حد مثلا عميل اسمه رنا، عندها إصابة في الظهر، عملت علاج طبيعي، بسجل كل التفاصيل دي. عميل تاني اسمه عمر عنده مقاومة أنسولين. فأنا بالتالي كل الكلام ده بيتسجل عندي وبيديني اللي هو كل الناس اللي عندهم حالات خاصة شوية. حلو. ولو طلبت ري اسسمنت ديت معين في تاريخ معين اسلكت افلتر بالكلام ده كله زي ما احنا عرفنا ده جزء الفلتر. او ان انا هسجل كيس جديده، حد جديد تعبان او عنده اصابه معينه. تمام. ده الجزء بتاع كلاينت ميديكال كيس. الديزيزز هنا ان انا ممكن ازود امراض جديده مش موجوده على السيستم. يعني حاجه مثلا لو مش موجوده، انا عندي 19 مرض، ممكن ازود حاجات تانية في حاله ان العميل بيجي يختار من ضمن التشيك انز اللي احنا عرفنا ان احنا بنحطها، يطلع له الديزيزز دي كلها بدل ما هم 19 لا هزود 5 كمان فيبقوا كلهم 24 لو انا عايز اعمل كده. فبدوس من هنا اعمل كريت، فبمنتهى البساطة بكتب اسم المرض الجديد لو هو في حالة يعني هيتم اختياره وهكذا. تمام. طيب ده الجزء بتاع الديزيزز. كمان هنا بقى الفود، هنا بيوريني كل عناصر الأكل أو الفود اللي موجود على السيستم. والفود جروبس كمان، فود جروبس بقى اللي هي مثلا خضار، فاكهة، ألبان، أيا كان. فممكن برضو أزود كاتيجوريز تانية، حلويات، مخللات وهكذا، أيا كان بقى الكاتيجوري إيه. فممكن برضو لو عايز أزود كاتيجوري تانية أو تايب تانية أو فئة تانية من الأكل برضو بسجلها على السيستم موجود. تمام. طيب الجزء بقى اللي كان قبله الدايت فودز all فودز، هنا ممكن اتفرج على كل انواع الاكل او عناصر الاكل اللي موجوده على السيستم. تمام، وممكن كمان اضيف كمان. فانا لو دوست هنا فيت اكسبرت فودز فهيجي يطلع لي كل عناصر الاكل اللي موجوده على السيستم، مثلا بليلة، دجاج أوراق وهكذا. فهلاقي إن أنا عندي 964 عنصر أكل، ممكن أزود عليهم على فكرة مفيش أي مشكلة. فأنا عايز أسيرش، عايز أفلتر مثلا، طلع لي الحاجات اللي فيها مين بروتين بس وأعمل فلتر. أو بجروب طلع لي كل الحاجات اللي موجودة على السيستم فيها مخبوزات وفلتر. فأبقى عارف اسم الحاجة إيه وإيه الحاجات اللي أقدر أضيفها للعملاء اللي عندي. تمام. هنا لو دوست على ماي فودز ده الأكل اللي أنا ضايفه على الأكونت الشخصي بتاعي أنا ككوتش أو كدكتور. يعني مثلا أنا ضايف محشي، ضايف كبسة دايت، أيا كان بقى. دي الحاجات اللي أنا بضيف، عايز أمسحها تمام، عايز أعمل فيها إيديت تمام. حلو. طب عايز أضيف حاجة،
عنصر أكل جديد أو vitamins أو supplements أيًا كان الحاجة نفسها إيه، ألاقيها في الlibrary وأنا باروح أختار عناصر الأكل، فآجي من هنا أدوس create إن أنا هاضيف عنصر أكل للمكتبة بتاعتي، فباكتب الحاجة نفسها، يعني مثلًا هنفترض يعني هاسميها نفترض هاضيف بيض، حلو؟ مثلًا، تمام، نخلّيها بيض مثلًا، وهنا هاسميه بالإنجليزي مثلًا عشان في حالة طلّعت الplan بالإنجليزي boiled eggs مثلًا. هنا quantity هنا هافترض إن أنا دلوقتي هاسجّل 100 جرام، ال100 جرام دول بقى عايز أحُط ليهم calories protein fat carb أنا الكلام ده في الأول بادخّله بنفسي، فأنا هاselect ال100 جرام دول فيهم قد إيه الماكروز بتاعتهم، لو عايز أحُط صورة للوجبة دي تمام، عشان برضه تروح للapplication. أselect هي في أنهي category تمام، هي تبع مثلًا البروتين، لو في حد عنده مرض معيّن السيستم ييجي يدّيني alert أو تحذير ما ينفعش تدّي له العنصر الأكل اللي أنت بتضيفه ده دلوقتي، وإن هو الbase macro بتاعه إيه، هو main protein sub protein على حسب بقى الماكرو نفسها، ولو هاشتغل بالserve برضه الserve unit قد إيه عربي وإنجليزي، والserve base قد إيه والserve quantity لو هي تبقى متعلقة مثلًا بworkout معين وهكذا، كل الكلام ده بيتسجل، عايز بقى أضيف الvitamins اللي في العنصر ده، مثلًا البيض فيه قد كده بوتاسيوم، كالسيوم، لو أنا عايز أسجل الكلام ده كله، فأنا باسجل الأرقام دي أول مرة بس، once إن أنا سجلتها خلاص، كله بعد كده بيتغير عادي، ولو في ingredients معينة مثلًا لو ضفت وجبة زي مثلًا كبسة دايت وأحط ingredients معينة بتتحط وبرضه تروح للعميل عادي جدًا إزاي إن هو ينفذ الحاجة دي، فأنا لمّا باضيف مثلًا ال100 جرام هنا بالجرامات، 100 جرام بيض مسلوق فيه قد كده مثلًا كالوريز، فيه حوالي مثلًا 250 كالوري. فأنا لمّا أروح أغيّر دي بعدين وأنا باعمل الdiet plan خلّيتها 80 فكل الأرقام هتتغيّر، فأنا بس بادخّل الbase بتاعي صح في الأول، ده لو في حالة عايز أضيف عناصر تمام، ده كده الجزء الخاص بالdiet عرفناه، كل برامج الdiet اللي أنا عملتها، كل الmedical cases اللي موجودة عندي بالتفصيل، ولو عايز أضيف أي أكل، فده كده الجزء الdiet والsettings بتاعة الdiet نفسها.